أبدأ الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إعجابه ب3 لاعبين من المنتخب المغربي للناشئين بعد متابعته لمباراتهم الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب البشير بمدينة المحمدية. ويتعلق الأمر باللاعب الشاب إلياس بالمختار مهاجم نادي موناكو الفرنسي ومتوسط ميدان نادي أياكس أمستردام عبد الله وزان، بالإضافة إلى مهاجم ريال بيتيس الإسباني زياد باها. وكشف مصدر مسؤول من داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم أن أرسين فينغر انبهر بالإمكانيات الفنية والبدنية التي أظهرها الثلاثي المغربي، وأبلغ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع بأن هؤلاء اللاعبين ينتظرهم مستقبل واعد في عالم الاحتراف شريطة مواصلة العمل والتطور بشكل منتظم. وفي ذات السياق أوضح نفس المصدر أن أرسين فينغر خلال حضوره لمباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا أشاد بمؤهلات كل من إلياس بالمختار عبد الله وزان وزياد باها، واعتبرهم من بين أبرز المواهب الصاعدة في القارة السمراء القادرة على فرض نفسها في السنوات القادمة. ويذكر أن منتخب المغرب للناشئين حجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المقامة على أرض المملكة بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل على ملعب البشير بالمحمدية بحثا عن التأهل للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب القاري. ومع هذا الإعجاب الكبير من أرسين فينغر بثلاثي المنتخب المغربي للناشئين يبقى السؤال مطروحا: هل ستنجح هذه المواهب الصاعدة في الحفاظ على مستواها وتطوير إمكانياتها لتصدع في سماء كرة القدم العالمية؟ وهل سنراهم يوما مع نجوم في كبرى الأندية الأوروبية؟ ثم هل سيتمكن المنتخب المغربي للناشئين من مواصلة تألقه والتتويج بلقب كأس إفريقيا تحت 17 سنة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. من اللاعب الذي تتوقعون له مستقبلا كبيرا في عالم كرة القدم؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من أخبار الكرة المغربية والعالمية.